اتجمعنا يوم 25 يناير، كنا آلاف. اتجمعنا بميدان التحرير، حاولوا يرعبونا، قلنا مش هنخاف. بعتولنا بلطجية يضربونا، وقفنا لهم صديناهم، والعالم كله شاف. حاولوا يعملوا فتنة بين الشعب ويحولوا الميدان لساحة حرب. اتحدنا وصممنا على اعتكاف، قلنا مش هنتحرك من الميدان إلا لما ناخد حقوقنا ويرحل رموز الطغيان. وقبلها طلعنا في الشوارع بالملايين، خافت الشرطة وانسحبوا من كل الميادين. قالوا الشعب يحمي نفسه، شكلنا لجان شعبية من الأهالي تحمي الشعب وتسهر الليالي. ونزل الجيش يحمي مصر، أعداد كتير ملهاش حصر. وقالوا مش هننسحب إلا لما الشعب يحقق النصر. وقفوا يحموا شباب بلدنا، وقالوا الشباب دول ولادنا، ودول رمز لكل شباب العصر، دول الحاضر والمستقبل لمصر. الحكومة قدمت تنازلات، لكن الشعب ما سكتش وعلى صوته بالهتافات، وقال لازم نحاكم المفسدين. دول عاملين نفسهم وطنيين، دول بيمصوا دمنا لما يكونوا عطشانين. قلوبهم ما تعرفش الرحمة، دول غرقوا بلدنا وقتلوا ولادنا. يبقى لازم نفضل بكل الميادين لغاية ما يسقط النظام ونحاكم كل المجرمين. وأهمهم اللي قالوا عنه إنه عادل وللشعب حبيب، لكن كان في الظلم شيء رهيب. اتفاجئ من رد فعلنا على ظلمه وقال ده شيء عجيب. كان بيقول يومين وهيزهقوا ويرجعوا كلهم على البيت، ولو ما رجعوش ولا مشيوش نستخدم أقبح الأساليب. نوقع بينهم ونشوه صورهم ونخلي باقي الشعب يكرههم، ولو ما نفعش يبقى التعذيب، لأنه أنجح أسلوب بيكوي القلوب. ويبقى الواحد منهم غريب، لا يعرف نفسه ولا أصحابه، وينسى أهله وكل أحبابه. وأسلوبنا ده مش عجيب، يا ما استخدمناه في السجون، وكم واحد طلع من عندنا مجنون. وأنا برضه لسه العدل حبيب. وفي يوم جمعة جميل والملايين في ميدان التحرير، صلى بيهم الشيخ محمد جبريل وفضل يدعي كتير. المسيحي وقف جنب المسلم وحماه، في يوم التاريخ مش هينساه. غابت الشمس وطلع عمر سليمان، قال الرئيس اتنحى وهيسيب قصر السلطان. كان يوم 11 فبراير والشعب كله بقي من الفرحة طاير، بانتصار ثورة 25 يناير، ثورة الشعب، ثورة الشباب. البسمة رجعت لنا بعد طول غياب، بعد ما حاول البلطجية يفسدوا البلد ويخلوها خراب. حاولوا يفرقوا بين المسلم والمسيحي، ما عرفوش إنهم ولاد مصر وكلهم أصحاب، وهدفهم تحقيق النصر على كل أعداء مصر، لأنهم إخوة من غير أنساب. واللي يحاول يفرق بينهم يلاقي قلوبهم بتقول ممنوع الاقتراب. حققنا النصر على البلطجية وأنقذنا مصر من الحرامية، وهنختار اللي يحكمونا واللي في البرلمان يمثلونا ويطالبوا بكل حقوق الشعب. يلا بينا نشمر ايدنا علشان نعمر ونبني بلدنا وترجع مصر الخير من تاني، ومحدش يقول حفظ مكاني. يلا نحقق أمنية أجدادنا، اتمنوا مصر حرة. يلا علشان مستقبل ولادنا وما يرجعش الظلم تاني مرة. يلا نعمر ونبني عشان نقطف ثمار الثورة ونجني، ويتحقق العدل بينا، واللي يظلم ما يبقاش منا، ما يبقاش ابن مصر الحرة، يبقى أكيد متوجه من برا. يلا بينا إيدنا في إيد الجيش علشان في مصر الحرة نعيش، وينتشر بينا الأمان والطمأنينة، والجمال يرجع لكل مدينة. ونقول كلنا بنحب مصر ودايما نشتغل بروح النصر، واللي بيحب مصر يخاف عليها ويشمر إيده ويعمرها ويبنيها، علشان ترجع تاني أم لكل البلاد، وتبقى في مقدمة الدول بإيدينا إحنا وجيشنا أحسن الأجناد. مصر وطن كبير ولازم نحميه، لازم نجتهد ونعمره ونبنيه ونحافظ على كل أراضيه، واللي ضدنا ما يستحقش يعيش فيه. كتبتها يوم 10 مارس 2011 تحت عنوان، يعني ممكن أكتر من عنوان، شباب مصر الحرة، أو لا، شباب 25 يناير. يلا بينا نبني ونعمر مصر، يلا بينا نبني ونعمر مصر.